يلا بينا نشوف ايه اللي بيحصل الدولية للمحاصيل. مبدئيا الدولية للمحاصيل ايه الرؤية العامة فيه؟ انه سهم صاعد. طيب بس كده؟ لا مش بس كده، احنا عندنا القاعدة سحب سيولة القاع الأخير، لأن لو تلاحظوا إن هو مكونش قمة حقيقية يبقى لازم سيولته تستحب، ورجع عمل تغير شخصية. يعني ايه تغير شخصية؟ يعني عمل قاع جديد، عمل قمة جديدة أعلى من القمة اللي قبلها، وعمل قاع أكبر، كون قمة أكبر، كون قاع أكبر هيكون قمة أكبر. يبقى الدولية للمحاصيل الرؤية العامة فيه إيه؟ إن هو صاعد. يلا نحط أهدافنا، يلا بينا نحط نقط الأهداف. حد سألني يعني إيه أوردر بلوك، هوضحها بس هي مش واضحة قوي هنا، ممكن نوضحها في أسهم تاني. المهم نحط نقط الأهداف. عندك القاعدة دي القمة اللي كونها، ده القاع الجديد هنا كده. يبقى أنت عندك في هدف للدولية للمحاصيل عند ال22 جنيه. ده هدف جيد تقدر تخش فيه، أنا شايفه سهم قوي، سهم جيد للدخول. احنا بالفعل فيه من وقت معين يعني، واعتقد ان هو ان شاء الله سهم كويس وهيجيب ربحه عن قريب.